شلون يصير البيت مقبرة؟ الآن كيف يعلم الأب والأم أن بيوتهم مقبرة لو جنة من الجنان؟ 4 علامات. العلامة الأولى أن البيت مقبرة هو الوحشة الكثيرة. بيت ما بيه لعب، بيت ما بيه ضحكات، بيت لا فيه مزاح، ما فيه حيوية، كل واحد عازل نفسه بزاوية وجانب. أنت الآن من تدخل المقبرة شو بيها؟ ضحك ولعب ومزاح وحركات الأطفال. هذه العلامة الأولى. العلامة الأولى أن البيت مقبرة هو أنه بيت فيه وحشة، فيه سكون مو سكينة، فيه صمت مو أدب، فيه خوف مو حياء. إذا الأب لقى بيته هيك خليه يعكس، خليه يمازح أبنائه، خليه يكسر الروتين، خليه يدعوهم على عشاء، خليه يقدم لهم هدايا، تهادوا تحاب. هاي العلامة الأولى. العلامة الثانية هو البيت الذي لا يتذاكر فيه أهله بشؤون الدين وشؤون العلم وشؤون العبادة، لا يتذاكرون. أهل المقابر أحياء لا يتزاورون. أنت لما نتباوع على المقبرة هذا القبر بمكانه وهذا القبر بمكانه، لا يقترب. بيت لا تذاكر فيه. أنا أحب البيوت اللي يسولفون عن الدين. بابا الإمام المهدي شنو أخباره؟ بابا شنو العلامات؟ بابا شنو أوصاف صاحب الزمان؟ بابا شلون أكون رسالية بالجامعة؟ بابا شلون أكون رسالي بمدرستي؟ أكو سوالف عن الدين. هاي العلامة الثانية. إذا لقى الأب والأم بيتهم خالي من هاي الأحاديث فليعيدوا لهم هذه الأحاديث حتى يصير البيت بيت نبوي مو مقبر. علامة الثالثة البيت الذي يغلب عليه المظهر ويخفى فيه الجوهر. الآن إذا تشوف القبر طالع إلى الأمام، قبر من الرخام، قبر مرمر، قبر من آجر، قبر أخضر، قبر أصفر، قبر فيه من هذا الجمال، لكن في جوهر القبر تراب ودود. أحيانا تلقى بعض البيوت زينة ولطافة وجمال من الخارج، لكن عندما تدخلها لا تجد فيها حياة ولا بهجة ولا حديث ولا بر ولا وصال. هذا الآن الذي ذكره أبو محمد. ربما البيت جميل لكن أين البر؟ فالعلامة الثالثة للبيت المقبرة الذي يحذر منه النبي هو البيت الذي يغلب عليه المظهر للجوهر. أنا للأسف حتى هاي ملاحظة أذكرها، بعض الناس يصبغون بيوتهم من الخارج ويرتبونها من الخارج وغرف أبنائهم مليئة بالدود ومليئة بالوساخة. إلا بابا هذا بيتك الأهم من الداخل، مو لا يقول لك أهم شيء الناس تشوف. هذه العلامة الثالثة. العلامة الرابعة هو البيت الذي كلما زرته وددت أن تخرج منه. بمجرد أن تدخل إليه نفسك تنقبض وتريد تطلع من عنده، بالضبط مثل المقبرة. الآن أنت لما تشوف كثير من الناس يتمنون يبقون بالمقبرة بشكل عام، ما يحب الإنسان يبقى في المقبرة، يحب يطلع يعجل بسرعة. علامة على أن هذا البيت بيت قبراني وليس نوراني أنك بمجرد أن تدخل إليه تود أن تخرج منه. شراد لك ذكر تسبيح. وأنا دائما أذكر حقيقة هاي النقطة. بيوتكم بها 3 أوقات مهمة: أول الوقت، أوسط الوقت، آخر الوقت. أول الوقت قول بسم الله أشرقت صباحنا بالله، اللهم أحينا كما تحب وأمتنا كما تحب. في الوسط أثناء الطعام، أثناء القيام، أثناء اللعب، أثناء شغل التلفاز، فت آية قرآنية، سورة إلهية، تسبيح وتهليل. يعني تعجبني بعض الأمهات قبل تدري أستاذ محمود شو تسوي؟ بعض الأمهات تلزم مسبحتها وتفتر بالبيت. أنت متباوع علي تقول شنو مريضة هاي أو هاي كبرت وخرفت وزهايمر مو بس ايش تسوي؟ تفتر بالبيت. ترش ماي ورد، ماي ورد ترش، هذا ماي ورد. بسم الله اللهم صل على محمد، اللهم احفظ عيال، اللهم احفظ وليداتي، هاي سبحته وتفتر وداعتك. هذا ماي ورد، بس ما يشمه إلا من له أنف برزخ. العلامة الأخيرة البيت الذي لا صلاة فيه ولا عبادة فيه، بيت مقبرة. شفت لك مسجد مبني بمقبرة؟ نادرا. شفت لك واحد يصلي بمقبرة؟ البيت اللي ما بيه صلاة وما بيه عبادة هذا بيت مقبرة. الأب، كان دائما أذكر هذا الموضوع، الأب خي يصلي قبال وليداته والأم خي تصلي قبال وليداتها
والأخ الكبير حيصلي قباله وليداته، وخلي تصير الصلاة مثل الكرنفال الجميل في البيت. هالخمس علامات أستاذ محمود هي التي يحذر منها النبي لما يقول لا تجعلوا بيوتكم مقبرة أو مقابر، هذا معناه البيوت. بينما القرآن شو يقول؟ اجعلوا بيوتكم قبلة. الله أكبر. شنو يعني قبلة؟ يعني دوم متوجهة إلى الله، يأكلون قربة إلى الله، ينامون قربة إلى الله، حتى من يسولفون بيناتهم حتى من يقعدون. تدري رسول الله يوصي يقول دائما يقعدوا على اليمن على القبلة. هاي تصير بيوتنا هي.